يبدأ فيلمنا مع كيلي وهي في المدرسة بعد ما خلصت شغلها خرجت تقابل جوزها ستيف عشان يقضوا الأجازة مع بعض. وهم في العربية كيلي بتقول له جوز صاحبتي هياخدها يقضوا الأجازة في باريس، أما أنا فهقضي الأجازة على بحيرة في وسط الغابة. فبيقول لها استنى بس لما نوصل هتحب المكان. بيفضل سايق طول اليوم وبيوصل المدينة بالليل، فبينزلوا يشوفوا مكان يناموا فيه وبكرة يكملوا طريقهم. تاني يوم الصبح بيوصلوا المكان بس بيلاقوه مغلق، فستيف لف حوالين المكان عشان يلاقي مكان تاني يدخلوا منه. فبيلاقي مكان مفتوح فبيمشي بالعربية شوية جوه الغابة لحد ما وصل للمكان. فستيف بيقول لها انا قلتلك ان المكان هنا خرافي. بياخدوا الشنط وبينزلوا على رجليهم عشان يوصلوا للبحيرة. بيلاقوا في طريقهم طفل صغير عمال بيرسم، فكيلي راحت تكلمه فقال لها قالت لي ما تكلمش حد غريب، فقالت له امك عندها حق. فسابوه وكملوا طريقهم. بيوصلوا للبحيرة وبيقعدوا يستمتعوا بالجو وجمال المكان. وهم قاعدين بيظهر طفلين تانيين بيضايقوا الطفل اللي كيلي وستيف قابلوه. فكيلي عاوزة تقول لهم سيبوه في حاله، بس ستيف قال لها دول شوية أطفال سيبوهم في حالهم. كيلي وستيف صحيوا على صوت كلب ومجموعة أطفال تانيين ظهروا وقعدوا قريب منهم. فستيف بيقول لها تعالي ننزل المية، فقالت لي لا روح انت وانا هحرس الشنط. فبيقول لها تمام انا نازل. الكلب راح عند كيلي وعمال ينبح عليها وكيلي خايفة. فستيف وهو في المية شاف الكلب عندها ومحدش بينادى عليه، بس صاحب الكلب نادى عليه فساب كيلي ومشي. ستيف لما خرج من المية راح يتكلم معاهم. ده بيكون توني القائد بتاعهم، واللي جنبه دي بيجي. هنتعرف على باقي المجموعة بعدين. فستيف بيقول لهم وطوا صوت الاغاني شوية، فتوني قال له مش سامعك بتقول ايه. فستيف قفل الاغاني وقال له خلي بالك من الكلب بتاعك، ما تخليهوش يقرب من مراتي تاني. فبيشتموه هو ومراته، فستيف ما بيعرفش يعمل معاهم حاجة فسابهم ومشي. كيلي بتقول له ايه رأيك نشوف مكان تاني، فقال لها انا مش هسيب المكان عشان شوية اطفال، اكبر واحد فيهم عنده 14 سنة. بعدها بساعة سابوا المكان ومشيوا. فستيف قام عشان يجهز الخيمة اللي هيناموا فيها، وكيلي بتلم شوية خشب عشان يولعوا نار. فكيلي بتحس بحد بيراقبها بس ما بتشوفش حد. وهم قاعدين بالليل كيلي بتقول له انا حاسة ان في حد هناك بيبص علينا. فستيف بيقول لها مفيش حاجة تعالي ندخل جوه الخيمة ننام. تاني يوم الصبح كيلي لقت الاكل بتاعهم بايظ ومليان حشرات، فراحوا يركبوا العربية عشان يشتروا اكل. وهو بيحرك العربية الكاوتش فرقع، فنزل يشوف فيه ايه، فلقى ازازة محطوطة تحت العجلة. توني واللي معاه هم اللي حاطينها. لما جه يحرك العربية الكاوتش اتخرم، فغير الكاوتش وهو متضايق. بعدها بيروح على المدينة عشان يجيب اكل، فبيلاقي الاطفال قدامه وواحد بيقول له ايه اخبار الكاوتش. فبيطلع يجري وراهم بالعربية بس هربوا منه. فكيلي بتقول له سيبك منهم وتعالى نفطر. وهو في المطعم بيقول للويتر انت تعرف الاطفال اللي كانوا راكبين عجل. فقالت ليه عارفاهم، هم عملوا معاك حاجة. فقال لها فرقعوا كاوتش العربية. فبتقول له انا مش والدتهم ماليش دعوة بيهم. بعد ما خلصوا فطار وهم ماشيين في الطريق لقى العجل بتاعهم فوقف العربية. فكيلي بتقول له سيبك منهم الموضوع مش مهم. فقال لها لا لازم اهلهم يعرفوا. بيدخل جوه البيت فبيلاقي الباب مفتوح ومفيش حد جوه. في الوقت ده كان صاحب البيت وصل، فستيف طلع فوق بسرعة قبل ما يشوفه وبيدور على مكان يخرج منه. فبيبص في الشباك بيلاقي الاطفال تحت، وصاحب البيت طالع فوق عشان يدور على ابنه. فستيف خرج من الشباك بهدوء عشان محدش يسمعه ونط على الارض وراح لكيلي وقال لها يلا نمشي بسرعة من هنا. وهما في العربية ستيف بيقول لها شكلك متضايقة. فقالت له ايوه متضايقة، انت محظوظ ان محدش شافك. فقال لها خلينا ننسى الموضوع ونستمتع باجازتنا. وبيرجعوا تاني على البحيرة. ستيف خارج من المية وكيلي كانت نايمة، فبيقول لها قومي انزلي المية. فكيلي بتقول له هي فين شنطتي، فقال لها كانت هنا. فبيدوروا عليها، فستيف بيقول لها ده فيها مفتاح العربية والتليفونات بتاعتنا. فبيروحوا عند العربية عشان يشوفوها، فبيلاقوها اتسرقت. فبيتضايق وبيزعق وبيروح يدور عليهم عشان يشوف ودوا العربية فين. وهم ماشيين بتظهر العربية وكانوا هيخبطوا كيلي. ستيف ما اتكلمش ولا قال اي حاجة، وفضلوا ماشيين في الغابة فترة كبيرة لحد ما الدنيا ليلت. المهم بيوصلوا ليهم، فكيلي بتقول له سيبك منهم تعالى نمشي. فقال لها ما ينفعش نمشي معاهم العربية وكل حاجة. فبيروح ليهم وبيقول لهم انا عاوز العربية، انا ما يهمنيش كل اللي عملته، فين العربية بتاعتي. فتوني قال له مش معايا. ستيف قال له النضارة دي بتاعتي، فقال له لا دي بتاعتي انا. الكلب عمال ينبح عليهم وكيلي خايفة، فقالت له تعالى نمشي من هنا. ستيف قال له هد الكلب بتاعك وقول لي عربيتي فين. فقال له معرفش هي فين. فستيف سمع صوت تليفونه فقال له ده تليفوني، وراح عشان ياخده منه ومسكوا ببعض. فريكي فتح مطوه ولسه هيخبطه مسك ايده، فالكلب اتفك وراح يهجم على ستيف، السكينه جت فيه. فتوني بيقول له انت قتلت الكلب بتاعي. فقال له اديني مفتاح العربيه وتعالى ناخده لاقرب مستشفى. فبيرمي لهم المفتاح وبيقول لهم امشوا من هنا. فبياخد المفتاح وطلعوا يجروا على العربيه. فالكلب بيموت قدام توني ومش عارف يعمل له حاجه، فتعصب وقال لهم اجروا وراهم قبل ما يهربوا. ستيف بيشغل العربيه وبيجري من المكان بس مش عارف الطريق. فالعربيه بتغرس في الارض، وتوني واللي معاه بيحدفوا العربيه بالطوب وكسروا الفوانيس بتاعه العربيه. فستيف رجع بالعربيه لورا وجري من المكان. فبيقول لكيلي انا مش شايف اي حاجه، الطريق
ضلمه، فبيخبطوا في شجره وستيف اتزنق ومش عارف يخرج من العربيه، فعطى التليفون لكيلي وقال لها اهربي من المكان بسرعه وبلغي الشرطه، فبتجري وبتستخبى منهم، فبيلاقوا مكان العربيه وستيف جواها. تاني يوم الصبح كيلي بتروح مكان العربيه، فبتلاقي ستيف مش موجود، فبتلاقي اثار دم على الارض، فبتمشي وراها، فبتلاقي ستيف مربوط وبتسمعهم وهم بيتكلموا عليها. فتوني بيقول لهم المسافه من هنا للمدينه 10 اميال، مش هتعرف توصل للمدينه بالليل لوحدها، هنطلع ندور عليها. ستيف بيقول لهم سيبوني امشي ومش هقول لحد عن اي حاجه، في ناس عارفه اننا هنا، لو ما رجعناش هتبلغ الشرطه. فقال له انت قتلت الكلب بتاعي، محدش هيروح اي مكان، وبيخنقه بالسلسله بتاعت الكلب، وبيقول له استنى بس لما الاقي مراتك هقتلها قدامك. فجاك راح حاشه وقال له اهدى، الامور هتسوء اكتر لو مات، انا مش هلمس الراجل ده. فتوني قال له لا، هتلمسه دلوقتي، يا تختارني يا تختاره. فبيخاف منه وبياخد السكينه. فتوني بيقول لي بيجي يصور فيديو، فستيف بيقول له استنى ما تعملش حاجه. فجاك راح ليه وعمل جرح في دراعه. توني قال لهم كل واحد هياخد دوره، فبيقول لمارك انت اللي عليك الدور. فمارك بيطلع قطر من جيبه وعمل جرح في بطنه. كل ده وكيلي بتتفرج عليهم ومش عارفه تعمل حاجه. توني بيقول لريكي ده دورك، فبيكون متردد بس بياخد السكينه وبيعمل له جرح هو كمان. فبيروح لكوبر وبيقول له انت اللي عليك الدور، فبيديله السكينه بس بيكون خايف. فتوني مسكه وهدده وقال له هو عارف اسامينا كلنا، اقطع لسانه. فكوبر خبطه بالسكينه ببقه. توني بيقول لهم خلاص كده، عاوزين نخلص من الموضوع، لازم يموت. فالكل بيبص لبعضه. كيلي بتحاول تتصل بالشرطه بس توني عرف انها هنا عن طريق البلوتوث. فستيف قال لها اهربي بسرعه من هنا، فبتجري من المكان وهم كمان وراها. ستيف فك نفسه عشان يروح يلحق كيلي بس ما بيكونش قادر يقف. كيلي بتعرف تهرب منهم، فبتوصل لكابينه صغيره فبتلاقي فيها لاسلكي، فبتحاول تجيبه بس بيقع ويتكسر. بيوصلوا للمكان، فتوني قال لريكي روح انت احرس ستيف. كيلي لسه هتهرب، الجاكيت بتاعها علق في الباب، فخلعته واستخبت قبل ما يشوفوها. فتوني كسر الباب عشان يشوفها جوه فما لقاهاش. كيلي بتكون فوق الكابينه. ريكي اتصل بتوني وقال له ستيف مش موجود، فقال له دور عليه، ده بينزف مش هيروح بعيد. ستيف بيروح عند العربيه فجهاز الانذار اشتغل، فسمعوه وراحوا على العربيه، فاخد شنطه وشويه ميه وهرب قبل ما يوصلوا. وهو ماشي بيسمع حد بيجري وراه فاستخبى، ولسه هيخبطوا بالحديده طلعت كيلي، فبتسنده وبيكملوا جري لحد ما وصلوا لبيت قديم في الغابه، فدخلوا واستخبوا جوه. كيلي بتقول له هتبقى كويس، هعالج جرحك ونمشي من هنا. فبتديله انسولين من الشنطه اللي جابها من العربيه، وبتشوف جرحه عشان توقف النزيف. فبتلاقي الجرح كبير والدم لونه اسود وبينزف كتير ومش عارفه توقف الدم. فبيقول لها انا بموت، فبتقول له لا مش هتموت، اهدى وتنفس بالراحه هتبقى كويس. توني واللي معاه بيوصلوا للبيت، فراحوا عشان يفتشوه، فكسروا الباب ما لقوش حد جوه. كيلي وستيف نزلوا تحت البيت في الميه. توني بيقول لهم هو كان هنا وحد ساعده، يبقى اكيد مراته معاه. ستيف تحت عمال بينزف وخلاص هيموت. فتوني قال لهم هم قريبين من هنا مش هيلحقوا يبعدوا، الخنزير بينزف كتير وهيموت، يلا بينا. بعد ما مشيوا كيلي طلعت ستيف بره، فبيقول لها انا مش قادر امشي. فبتقول له انا مش هسيبك هنا. فقال لها انا في امان هنا، هما مشوا خلاص. فقالت له انت محتاج دم والا هتموت، انا هروح على المدينه اجيب حد يساعدنا واجيلك بسرعه. فبتغطيه بورق الشجر وبتقول له هرجع بسرعه. كيلي وهي بتجري داست على حديده في الارض، فبتزعق من كتر الالم، فبيسمعوها وبيطلعوا يجروا ناحيه الصوت. كيلي مش عارفه تمشي فبتزحف وبتنزل تحت عشان تستخبى، فبتحط خشبه في بقها عشان ما تطلعش صوت، وطلعت الحديده من رجليها. فبترتاح شويه وبعد كده بتطلع فوق، فبتلاقي الطفل اللي قابلته اول ما جيت هنا. فبتقول له اسمك ادم مش كده؟ انا عاوزاك تساعدني اروح على المدينه، انا عاوز اكلم والدتك، ممكن توديني ليها؟ فبيوافق وبياخدها. وهما في الطريق بتقول له هو احنا مش لازم نمشي جنب ابراج الاشاره؟ فقال لها ده طريق مختصر. فبيسيب العجله وبيروح يقعد. فكيلي بتقول له انت قعدت ليه؟ فقال لها امي بتيجي تاخدني من هنا. فبتقول له التليفون ده فيه اشاره؟ فبيقول لها لا ده للالعاب بس. فبتسمع صوت رساله، فبتقول له التليفون ده فيه اشاره، فبتاخده منه. فبيظهر توني ومجموعته. ادم ما كانش واخدها المدينه، كان واخدها ليهم. كيلي لسه هتهرب، مارك جه من وراها خبطها في دماغها. بعدها بساعه بتفوق، فبتلاقي ستيف مربوط جنبها وميت. جاك بيقول لتوني وهو خايف ما ينفعش نولع فيها، ده لسه عايشه. فبيقول له بس هو ميت خلاص، احنا قتلناه، كلنا قتلناه ومفيش وقت للتراجع. بيجي مصوره كل حاجه واحنا بنقتله، ولازم نقتلها هي كمان عشان ما نسيبش اي اثر ورانا. فبيمسك ادم وبيقول له عاوز تبقى واحد مننا احرقهم. فكيلي بتعيط وبتقول له لا، فادم بيخاف يولع فيها. فتوني خده الناحيه التانيه وقال له ولع النار فيه والا هتموت. فادم ولع فيه والنار مسكت في ستيف. وبيجي بتصور كل حاجه، كلهم باين عليهم الخوف الا توني بيضحك ومبسوط. النار لسه ما وصلتش لكيلي، فالحبل اللي مربوطه بيه اتقطع من النار. فكيلي قامت وهربت من المكان. توني مسك ادم وقال لها لو ما جيتيش دلوقتي هولع فيه. فكملت جري. فتوني ولع فيه فعلا، وكيلي من المنظر رجعت وكملت جري، واصحابه مش مصدقين انه ولع فيه. نروح لكيلي وهي بتجري، لقت في طريقها خريطه، فكسرت الازاز وخدتها عشان تعرف تخرج من المكان. وكتبت ان توني واللي معاه قتلوا جوزها، فبتسمع صوتهم جايين عليها، فبتروح تفتح صندوق الزباله
زبالة، فبيكون ريحته وحشة ومليان زبالة، فبتدخل فيه وبتقفل الغطا عليها. توني ومارك وصلوا عندها، فمارك بيقول له ده معاها الخريطة كده هتعرف توصل للمدينة. فتوني بيقول له احنا عارفين هي هتستخدم اي طريق عشان توصل لهناك. فبيلاقوا الكلام اللي كتبته، فتوني خد الورقة، فبيقول له معاك ولاعة؟ فقال له لا ما معيش. فراح عند الصندوق ورمى الورقة وقفل بسرعة، ما استحملش الريحة، فقال له يلا بينا نلحقها. بعدها بشوية بتخرج من الصندوق وبتمسك ازازة عشان تدافع عن نفسها، وهي واقفة كوبر شافها فما ناداش على زمايله وراح عشان يساعدها. فلسه بيقف وراها خبطته بالازازة في رقبته ومات. توني وهو بيدور عليها سمع بيجي بتصوت، فراح ليها فلقى كوبر ميت. وجاك بيقول له شوف انت عملت ايه، انا خلاص مش مكمل، انا ماشي من المكان ده. فتوني اخد التليفون من بيجي وبيقول له مين ده وانت بتقتل الراجل. فقال له انا ما كنتش عاوز اشترك في كل ده، انت اللي خليتني اعمل كده غصب عني. جاك بيتصل بالتليفون، فقال له انت بتتصل بمين؟ فما بيردش عليه، فبيروح ياخد منه التليفون وفضل يضرب فيه. التليفون رن تاني، فتوني بيزعق وبيقول لبيجي اقفلي التليفون، فبتخاف منه وبتطلع تجري. كيلي فضلت تجري لحد ما لقت سور، فبتعدي من تحته وكملت جري، فلقت عربيه فنزل منها واحد، فقال لها انت كويسه؟ فقالت له لا ساعدني في حد بيجري ورايا وعاوز يقتلني. فبيقول لها اركب العربيه بسرعه، وهم في العربيه بيقول لها ايه اللي حصل. فقالت له في حد كان بيطاردني وقتل جوزي، وديني بس على المدينه. فبيقول لها المدينه الناحيه التانيه، انا جاي اشوف اخويا الصغير ريكي. فكيلي بتخاف وبتقول له لا لف تاني وديني المدينه. فقال لها ماشي هشوف اخويا الاول، احنا وصلنا. فبينزل من العربيه وبينادي على اخوه، وكيلي قاعده في العربيه خايفه. فبيظهر ريكي ومارك، فبيقول لهم الست دي بتقول ان في حد كان بيطاردها. فكيلي بتشغل العربيه بسرعه وبتجري من المكان، وهي بتهرب منهم بتظهر بيجي قدامها، زودت السرعه وخبطتها بالعربيه وماتت. وهي سايقه بتظهر عربيه فجاه، فخرجت من الطريق وخبطت في عربيه، فنزلت من العربيه ودخلت بيت فيه ناس، فبتقول لهم من فضلكم ساعدوني، ومن التعب وقعت واغمى عليها. فبيدخلوها جوه البيت، والست دي بتقول لها ما تقلقيش هتبقي كويسه، مين اللي عمل فيكي كده؟ انت اسمك ايه؟ فكيلي من اللي شافته ما بتتكلمش، فالكلب نبح عليها. فكيلي اول ما شافته عرفت انها في بيت توني ودول اهله، فخافت وعاوزه تمشي من المكان. فبتقول لها انا عاوزه الاسعاف، اتصلوا على الشرطه. فبيقولوا لها ما تقلقيش انت في امان، فبيدخلوها الحمام عشان تنظف نفسها. كيلي مش عارفه تعمل ايه ولا تهرب من المكان ازاي، فبتسمع صوتهم بره وهما بيعيطوا، فبتمسك شفره حلاقه عشان تدافع عن نفسها، والباب عمال يخبط عليها، فبتخبي الشفره تاني، فكسروا الباب عليها. فبتلاقي توني واقف وابوه بيقول له هي دي؟ فقال له وهو عامل نفسه زعلان هي اللي قتلت كوبر. فقالت له ده بيكذب عليك، هما اللي قتلوا جوزي الاول وكانوا عاوزين يقتلوني، اتصل بالشرطه من فضلك. فقال لها ما فيش شرطه، احنا هناخد حقنا دلوقتي. فبتحاول تضرب توني بالشفره، فابوه مسكها وبيقول لها مش هتخرجي من هنا. فالراجل ده بيقول له لا مش هينفع. فقال له انت مش شايف ده قتلت ابنها الوحيد؟ ام كوبر بتقول لها دول شويه اطفال. فكيلي بتقول لها ما كنتش اقصد اقتله، بس هما اللي بداوا الاول وقتلوا جوزي. فابو توني قال لها واحنا اللي هننهيها. فبيقول له في اطفال ماتوا، الشرطه هتحتاج تعرف اللي حصل هنا. فقال له مش هيعرفوا اللي احنا عاوزينهم يعرفوه. فبياخدها جوه الحمام تاني عشان يقتلوها. وتوني طلع فوق في اوضته ومسح الفيديوهات اللي على التليفون وبيضحك ضحكه خبيثه، وبيخلص الفيلم. بالنسبه ليا النهايه دي مستفزه جدا، الواد ده كان لازم يموت، عيل مستفز جدا. اوعى تنسى تشترك في القناه، وكمان قول لي رايك في الفيلم.